ده اللي بيتمناه اللاعب. يعني ايفونا بيتمنى، المفاوضات وصلت اللي بقول لكم لمرحله قويه جدا جدا جدا. نادي الزمالك دخل في الموضوع، النادي الاهلي دخل في الموضوع. وعايز اقول لكم حاجه كمان عشان بس تبقوا عارفين على مسؤوليتنا هنا، على مسؤوليتنا احنا هنا في الساعه الخامسه، الكلام ده ليكم انتوا فعلا. هو اللاعب رغبته للنادي الاهلي. الرغبه الثانيه خارج القاره الافريقيه اوروبا، لكن في مصر او في القاره الافريقيه النادي الاهلي. كلام على مسؤوليتي. يعني عربيا مش هيلعب في عربيه، مش هيروح الدوري العربي او الدوريات العربيه، هو هيلعب في القاره الافريقيه في النادي الاهلي. اوروبا بقى في اي حته ثانيه. فهو في مزايدات، في طبعا انتخابات الفتره الجايه في النادي الوداد المغربي، في داخلين في بطوله الابطال الدوري، دوري الابطال، فبالتالي خايفين الموضوع في مزايده، في تفاوض بشكل كبير جدا جدا. لكن النادي الاهلي حاطط ارقام جامده، النادي الاهلي حاطط يعني حتى الان هو اقرب للنادي الاهلي، وحتى الان النادي الاهلي هو اللي حاطط فلوس اكتر من نادي الزمالك. فعشان كده بقول لكم الموضوع واصل لحد بعيد جدا جدا للنادي الاهلي، ورغبته، عشان بس اقفل الموضوع ده، رغبه اللاعب للنادي الاهلي. غير كده، غير جيتا هيلعب في اوروبا. فيعني معلش تاني العرض ازيد، عرض الاهلي ازيد من عرض نادي الزمالك. وزي ما قلت اللي قدمه، عشان برضه تبقوا عارفين مين اللي قدم العروض، او اول واحد بدا المفاوضات وهو اللي راح بنفسه، طبعا عضو المحترم عضو مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذ هاني زاده، هو اللي قدم العرض ب1.5 مليون دولار. النادي الاهلي ازيد بشويتين، مش بشويه، يعني بشويتين. في ارقام محطوطه يعني بزياده للنادي الوداد المغربي. وزي ما قلت لكم في الاخر على مسؤوليه الكلام ده، اللاعب رغبته للنادي الاهلي، مش هيلعب في اي حته في مصر غير للنادي الاهلي. ده اللي احنا حتى الان، حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي. فان شاء الله باذن الله يكون قريب، عشان انا عارف ان الجماهير والمحبه للنادي الاهلي والصفقات اللي ان شاء الله النادي الاهلي زي ما قلت لكم من حوالي 3 شهور، انا بقى باكد لان انا قلت ان في صفقات سوبر هتبقى للنادي الاهلي. الصفقات اهي الحمد لله بتتحقق قدام حضراتكم. فيعني ان شاء الله باذن الله